اول ما بتخرج من السجن بترجع البيت وبتلاقي ان جوزها معاها واحده وبتستغرب وبتقول له مين دي، وبتقول لها انت بقالك 9 سنين محبوسه، اكيد يعني انا مش هستناكي ودي تبقى مراتي الجديده، وبتزعل جدا وبتقول له اطلع بره بيتي، وبيقول لها اكيد يعني انا مش هقعد في بيت مراتي، فعشان كده قطعت الورق الاصلي وعملت عقد مزور وكتبت البيت والعربيه باسمي، وبتتصدم في جوزها وبتشوف ابنها بعد غياب سنين وبرفض حتى انها تقرب منه ولا تدولها، وبتطردها في الشارع. بعد كده مراته الجديده وهي في العربيه وتطلع البنت من وراها وبتتخطى اول ما بتشوفها، وبتقول لها انا هتصل بجوزي، وبتقول لها استنى انا مش عايزه اذيكي، انا عايزه بس اراجع اللي ضاع مني، وبتقول لها لا طبعا مستحيل اخليكي تاخدي البيت، وبتقول لها لا مش عايزه البيت، لو عرفتي تثبتي حق ونراجع ابني هديك البيت والعربيه والفلوس ليكي. والبنت بتطمع وتوافق، وجوزها بيشوفها في العربيه وبيقعد على جنب وبيفهم كل حاجه، وبعد شويه بتدخل لها البيت وبتفضل تعلم بالقلم في الخزنه عشان اي رقم يدوس عليه يبان، وبتستخبى بسرعه لما بتسمع انه جاي، واول ما بيدخل مراته بتقول عايزك تخبي ده في الخزنه بتاعتك، وبيفهم كل حاجه وبيسمع فعلا كلامها وبيحط الخاتم في الخزنه، وبعد ما بيمشي البنت بتطلع وبتفتح الخزنه بسهوله، بس مش بيلاقوا الورق اللي هم بيدوروا عليه، وبيطلع ان كان واقف وبيصورهم، وبيكون معاه البوليس وبيقول لهم اتاكدوا من كل حاجه ودول بيسرقوني، والبوليس كان رايح يقبض عليهم، فجه ابنها واداها ورقه مرسوم عليها صورته هو وامه، وبتفضل تعاطه كانها بتودعه، بس لما بتقلب الورقه بتلاقي ان دي الورقه اللي كان بيدور عليها، وبتدي للبوليس وبتثبت لهم ان الزور لورق البيت وكتبوا باسمه. ساعتها البوليس بيقبض عليه وبتشكر البنت بتقول لها البيت ده بقى بتاعك.